السلام عليكم. طبعا كلنا ما بنستغناش عن الملوخيه دي. بص، كبير وصغير بيحبها جدا، كلنا بنحبها. طب هنعمل ايه؟ طب نيجي في الموسم دوت لما تكون الملوخيه رخيصه وتكون حلوه، تعالوا احنا نخزنها. انا دلوقتي قطفتها وغسلتها، بس بوريكم انا بسيب حته فيها الاخر دي اللي بتعمل فيها العرق بتاعت الملوخيه. انا دلوقتي عملت الكميه كلها، تمام. عايزه اقول لكم بقى طريقه جديده بنخرط فيها. انا حطيت اهو حبه ملوخيه موجودين اهو، شايفين؟ انا بوريها لكم. انا طبعا غسلتها ونشفتها. هحطها في كيس كده بلاستيك. الطريقه دي حلوه جدا لخرط الملوخيه، ولا هتاخد منك وقت ولا مجهود. انا شخصيا لما باجي بعمل ملوخيه تفضل تطير مني هنا وهنا وافضل الم فيها، بس دي ملمومه جوه الكيس. بص، اهم حاجه انا بخرج منها الهواء. لازم تخرجي منها الهواء عشان الكيس ما يفرقعش منك ويتقطع. وتروحي رابطه الرابطه دي اهي، وتروحي فردها كده وبالمخرطه وانزلي بيها فيها خرط، ولا هتاخد منك وقت ولا مجهود نهائي. شايفين؟ انا بس كنت بظبط التليفون، تمام. وتفضلي تخرطي فيها. انا بس في الاول كده عشان مش بظبطها، بس عايزين بوسع الدنيا عشان اعرف اخرط براحتي وما اشطش حاجه. تمام، اخرطيها. بصي، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود، بس خلي بالك لازم تكون شنطه شفافه عشان تقدري تشوفي السكات الملوخيه اتخرطت منك كويس ولا لا. شايفين؟ قاعدين بدات ان انا اقلبها برضك الناحيه التانية. خلاص، هبتجري بس منك في الاول اهو الهوا، تمام. واهم حاجه زي ما بقولك لازم تخرجي منها الهوا. انا اهو خرجتها وخلاص، تمام. انا هفتح الكيس عليها انا عشان اشوفها، بس انا للاسف ما كانش كيس شفاف بما فيه كفايه عشان اقدر ان انا اعرف انها اتخلطت كويس ولا لا. بس هي فعلا الحمد لله اتخلطت مني كويس، تمام. هنعمل الكميه كلها زي ما احنا شايفين كده بالطريقه ديت، وهنروح ماسكينها واوريكم نعمل فيها ايه. دلوقتي انا حطيت بقى حله، حطيت كل الملوخيه انا خرطتها، ورحت حطيت عليها شوربه بتغلي. لازم تكون الشوربه سخنه جدا. بس هقول لك على حاجه، لو انت مثلا الكميه اللي انت بتعمليها دي مثلا بتحطي عليها لتر الشوربه، لا حطي عليها نص لتر شوربه بس، عشان دي احنا هنخزنها وهنشيلها. واقول لك هنعمل ايه بعد كده. قاعدين هنقعد نقلبها. شايفين بدات تبكبك كده ازاي؟ اهو هنقعد نقلبها. خلي بالك دي ملوخيه مركزه. اول ما تبتدي تبكبك بالطريقه دي هنكون محضرين التقليه بتاعتنا، طبعا الثوم والكزبره وحبه الملح، وتقلبيها كويس لغايه ما تحمر بحبه زيت وحبه سمنه بالطريقه ديت لغايه ما تصفر، وتروحي حطها على الملوخيه. خلاص، وتفضلي تقلبي فيها، وخلي بالك تقلبي فيها كويس. معلش البتاعه وقعت مني. ادينا شايفين تقيله ازاي؟ تقيله جدا. ما هي ديت عشان هنخزنها. خلاص، انا بوريكم ان هي تقيله. دلوقتي انا شلتها في الاكياس وخلاص، والدنيا تمام. انا عايزه اقول لكم، شايفه انا لفاها ازاي في الكيس؟ شايفين؟ وما شاء الله بتفضل خضرا معاكي زي الفل، ولا بتغمق ولا بيحصل لها اي حاجه نهائي. انا تحطي بقى تخزنيها في الاكياس على قد الاكله بتاعتك. شوفي انت مثلا عدد افرادك قد ايه، او انت هيكفيكي قد ايه، وتروحي حطها في الكيس. انا ممكن بعمل كيس صغير، ما بعملهمش كلهم احجام واحد، لان مثلا انا عندي مثلا بنتي يوم هنعمل مثلا ما بتاكلش المحشي، انا هعمل محشي اروح اعمل لها حبه صغيرين. اتمنى يكون بصي بقى، عايزه بقى بنتي كده بقى بتحطيها فين؟ في الفريزر، وهتجمد منك كويس جدا. قدري بقى هتيجي تطبخيها، احنا هنعمل تروحي جايبه بقى، احنا قلت لك لو انت الكميه دي بتعمليها على لتر شوربه هتعمليها على نص، تمام. انت تروحي بقى مزوداها حبه شوربه صغيرين جدا، تمام. وتروحي تروحي مطلعاها من الفريزر على الشوربه تكون سخنه على طول، تقلبي فيها لغايه ما تفك. انت كده خلاص طبختيها، ولا تاخد منك وقت ولا اي مجهود، ولا في تخزينها ولا في طبخها بعد كده. فكده تكون عندك الملوخيه جاهزه. انت مش لازم تكوني ست بيت، تكوني ست بتشتغلي عشان تقولي انا ما اخزن واعمل والكلام ده كله. حتى لو انت ست بيت وفاضيه اعملي، وبرضه وفري وقتك لنفسك وصحتك. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. مع السلامه.